تخيل كده معايا سيناريو يمكن يكون مر عليك قبل كده. عندك صاحب مقرب جدا، عارفين بعض من سنين، عديتوا سوا على الحلو والمر، بتضحكوا سوا، بتعيطوا سوا، وبتحلموا بمستقبل أفضل. فجأة صاحبك ده ربنا بيكرمه بشكل مفاجئ، ممكن يلاقي وظيفة أحلامه اللي كنتوا بتحلموا بيها سوا، ممكن يعمل مشروع وينجح فيه نجاح ساحق، أو حتى يتزوج شخصية مثالية كانت بالنسبة لكم حلم المفروض إنك تفرح له من قلبك. صح؟ هو ده اللي بيحصل في البداية، بتنبسط عشانه وبتقول له مبروك من قلبك، لكن بعد فترة بتبدأ تحس بإحساس غريب، إحساس كده زي لسعة بسيطة في قلبك، إحساس يمكن يكون مكسوف تقول بصوت عالي. ليه هو اللي نجح دلوقتي؟ طيب وأنا ليه لسه في نفس مكاني؟ الإحساس ده بالرغم من كل الحب اللي بينك وبينه هو اللي بنسميه الغيرة. السؤال اللي بيخليني شخصيا أقف كتير عنده، ليه بنغير من نجاح غيرنا حتى لو الناس دي بنحبها حب بجد؟ ليه الإحساس ده بيظهر، وإزاي نقدر نتعامل معاه عشان ما يدمرش علاقاتنا ولا يأثر على صحتنا النفسية؟ ده اللي هنفهم أبعاده سوا في فيديو النهاردة. يلا بينا. العنصر الأول، المقارنة الاجتماعية الفطرية. أول وأكبر سبب بيخلينا نحس بالإحساس ده هو المقارنة الاجتماعية الفطرية. الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، من وإحنا صغيرين بنقارن نفسنا باللي حوالينا. في المدرسة مين جاب درجات أحسن، مين أبوه جاب له لعبة أغلى. لما بنكبر المقارنات دي بتتطور، مين شغله أحسن، مين تزوج، مين جاب عربية أحدث. لما بنشوف حد قريب مننا بالذات لو بنحبه بينجح في حاجة إحنا لسه بنحاول نوصل لها، المخ بتاعنا بيبدأ يعمل مقارنة فورية، بيقارن نقطة وصول صاحبك بنقطة وقوفك أنت. ده مش معناه إنك بتحقد عليه، بالعكس ممكن تكون فرحان له جدا، لكن نفس الوقت المقارنة دي بتولد إحساس بالتقصير عندك أنت، كأن النجاح بتاعه بيسلط الضوء على الأماكن اللي أنت لسه ما وصلتلهاش في حياتك، وده بيخليك تحس بنوع من الغيرة اللي مش شرط تكون غيرة شريرة، بس هي غيرة موجودة. الخوف من فوات الفرصة ونقص الموارد. تاني نقطة مهمة جدا هي الخوف من فوات الفرصة وإحساس إن الموارد قليلة أو الفرص محدودة. لما بنشوف حد ناجح خاصة لو قريب مننا بنحس لا إراديا إن النجاح ده جه على حسابنا، أو إن الفرصة دي كانت ممكن تكون لينا. كأن النجاح في الدنيا عامل زي التورتة، لو حد أخد حتة كبيرة يبقى الحتة بتاعتك صغرت. الإحساس ده غلط طبعا، لأن النجاح مش تورتة بتتقسم، النجاح عامل زي الشمس بتشرق على الكل، بس دماغنا ساعات بتدخلنا في مود الندرة ده، بنخاف إن كل الفرص الكويسة تروح للناس التانية وإحنا نفضل متأخرين، وده بيخلي الغيرة تزيد، مش عشان بنكره نجاحهم لكن عشان بنخاف إننا منحققش نجاح زي اللي هم حققوه. يا جماعة لو الكلام ده بيخليكم تفكروا وتكتشفوا حاجات جديدة عن نفسكم يبقى لازم تدعمونا عشان نقدر نكمل ونقدم لكم محتوى أفضل وأعمق. يا ريت تعمل لايك للفيديو ده دلوقتي عشان يوصل لأكبر عدد من الناس اللي ممكن تستفيد منه. كل لايك بيفرق معانا جدا وبيخلينا نوصل رسالتنا. ولو لسه ما اشتركتش في القناة ما تفوتش الفرصة، دوس على زر الاشتراك دلوقتي وفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة اللي هتعلمك حاجات كتير عن النفس والحياة أول بأول. دعمكم ده هو وقودنا. العنصر الثالث، نقص الثقة بالنفس والقيمة الذاتية. نيجي للسبب الثالث اللي بيخلي الغيرة تظهر بقوة، هو نقص الثقة بالنفس والقيمة الذاتية. لما بيكون إحساسك بنفسك مهزوز أو شايف إنك مش كفاية أو إن قيمتك أقل من الآخرين، أي نجاح تشوفه لحد تاني حتى لو بتحبه بيأكد لك الإحساس ده جواك، كأن نجاحهم ده مراية بتوريك الأماكن اللي أنت حاسس فيها بالنقص. بدل ما تشوف نجاحهم كإلهام أو دليل على إن النجاح ممكن، بتشوفه كدليل على إنك مش ناجح زيهم. الإحساس ده صعب ومؤلم وبيخليك غصب عنك تحس بالغيرة، مش منهم هم لكن من نفسك ومن ظروفك ومن إحساسك إنك لسه ما وصلتش. العنصر الرابع، التوقعات غير الواقعية والكمال. السبب الرابع هو التوقعات غير الواقعية والبحث عن الكمال. كتير مننا عنده صورة مثالية للنجاح في دماغه، ولما بنشوف حد بيحقق جزء من الصورة دي بنحس إننا متأخرين، بننسى
إن رحلة كل واحد مختلفة عن التاني، وإن النجاح ليه أشكال كتير، وإن السوشيال ميديا بتوريك بس اللقطات الحلوة مش الكواليس كلها. بنبقى عايزين كل حاجة في نفس الوقت، وبننسى إن النجاح بيحتاج صبر ومجهود وخطوات تدريجية. لما بنفشل في إننا نكون مثاليين أو نحقق كل حاجة بسرعة، بنبص على نجاح غيرنا ونحس بالغيرة لأنهم حققوا جزء من الصورة اللي إحنا نفسنا فيها، من غير ما نفكر في التحديات اللي مروا بيها أو التنازلات اللي عملوها. بننسى إن المقارنات دي سرقة للفرحة والسعادة. العنصر الخامس، كيف نحول الغيرة إلى طاقة إيجابية. طيب طالما عرفنا الأسباب دي كلها، إزاي بقى نتعامل مع إحساس الغيرة ده ونحوله من إحساس سلبي ممكن يدمرنا ويدمر علاقتنا لطاقة إيجابية تدفعنا لقدام؟ في كام خطوة عملية ومهمة. واحد، اعترف بالإحساس. أول خطوة هي إنك تعترف لنفسك إنك بتحس بالغيرة، ما تتكسفش وما تنكرش. الاعتراف أول خطوة للتعامل مع أي شعور. اتنين، حول الغيرة لإلهام. بدل ما تشوف نجاح غيرك كتهديد، شوفه كدليل وإثبات إن النجاح ممكن. لو فلان قدر يعملها أنا كمان أقدر. خليه حافز ليك إنك تجتهد أكتر وتتعلم منه. 3، ركز على رحلتك أنت، بطل مقارنات. رحلتك في الحياة فريدة ليك أنت. ركز على تطورك الشخصي، على أهدافك أنت، وعلى نقاط قوتك أنت. قارن نفسك بنفسك. 4، احتفل بنجاح الآخرين بصدق. لما تفرح لغيرك الطاقة الإيجابية دي بترجع لك. الفرحة بالخير للغير بتخليك أنت كمان تجذب الخير لحياتك. 5، اعرف قيمتك الذاتية. اشتغل على بناء ثقتك بنفسك وقيمتك الذاتية. اعرف إن نجاح أي حد تاني لا يقلل من قيمتك أو من فرصك في النجاح. 6، اسأل وتعلم. بدل ما تغار، روح اسأل صاحبك الناجح ده عملت إيه؟ إيه التحديات اللي مريت بيها؟ إيه نصيحتك ليا؟ التعلم والفضول أفضل مليون مرة من الغيرة والتقوقع. الغيرة إحساس طبيعي بيجيلنا كلنا. المهم إزاي بنتعامل معاه. هل بنخليه يحبطنا يدمر علاقاتنا، ولا بنحوله لطاقة تدفعنا للنجاح؟ افتكر دايما إن النجاح له مساحات واسعة للجميع، وإن النجاح اللي حواليك ممكن يكون نور ينور لك طريقك أنت كمان. إيه أول خطوة هتاخدها عشان تحول الغيرة لطاقة إيجابية؟ سيب لنا في التعليقات إيه أكتر نقطة لمست فيك في الفيديو ده. ويا ريت لو وصلت لحد هنا من غير ما تعمل لايك، اعمل لايك دلوقتي عشان ده بيفرق معانا جدا وبيخلينا نكمل. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا الجديدة اللي هتساعدك تفهم نفسك أكتر وتعيش حياة أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.